طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان السوشيال ميديا ممكن تبقى سبب في اننا مش قادرين نستمتع بالحاجات البسيطه في حياتنا؟ مش هزار، ده كلام بجد. وتعالى اثبت لك. في دراسه اتنشرت في 2024 في مجله الطب النفسي الامريكي، العلماء اكتشفوا ان الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا بيقلل افراز الدوبامين بشكل طبيعي في الدماغ. الدوبامين ده بقى هو المسؤول الاول عن الاحساس بالسعاده والمتعه. تعالى بقى اشرح لك ازاي وايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ببساطه ان السوشيال ميديا بتوفر لنا تحفيز فوري. كل ما نلاقي لايكات او تعليقات او اشعارات جديده الدماغ بيفرز دوبامين، وده بيخلينا نحس بسعاده لحظيه. الموضوع ده بيخلي الدماغ يتعود على كده، وبعدين تبقى مش قادر تشعر بنفس المتعه الا لما تحصل على جرعات اكبر من التحفيز ده، يعني زي ادمان المخدرات بالظبط. ومع الوقت بيبدا يحصل ايه؟ تحتاج جرعات اكبر من التحفيز ده عشان نحس نفس السعاده اللي كنا بنحس بيها من غيره. لدرجه الحاجات اللي كانت متعه بالنسبه لنا قبل كده زي القعده مع الصحاب او مشاهده فيلم هادي بدات تبقى ممله. مش بس كده، لان دماغنا مش قادر يستمتع بالحاجات البسيطه بدون الجرعه الفوريه دي. في ناس كتير دلوقتي بيشعروا بالفراغ ده وكأن الحياه مش ممتعه زي الاول. بتلاقوا نفسكم متضايقين، مش قادرين تركزوا او تفرحوا بحاجه حقيقيه، وده مش بسبب الحياه نفسها، ده بسبب ادمان التحفيز الفوري اللي السوشيال ميديا بتقدمه. انت مش لوحدك في ده، معظمنا عايشين في حلقه مفرغه. نفتح السوشيال ميديا نلاقي لايكات، نبدا نحس بالسعاده لفتره قصيره، وبعد كده نرجع ندور على دوبامين اكتر، وكل ده بيأثر على صحتنا النفسيه، يسبب قلق وتوتر، وبنسبه كبيره ممكن يوصل لاكتئاب. وفي بعض الاحيان ممكن نوصل لمرحله اننا مش قادرين نستمتع باللحظات العاديه في حياتنا. لكن في حاجه مهمه هنا احنا لازم نعرفها. الحاجات البسيطه في الحياه زي اللقاء مع الصحاب او قعده هاديه مع نفسك او حتى المشي في الشارع تحت الشمس، دي كلها حاجات ممكن ترجع تديك نفس الشعور بالمتعه، بس لو عرفنا نعيد توازن دماغنا ونقلل من تحفيز السوشيال ميديا. الرساله واضحه، خلي عندك توازن. السوشيال ميديا مش حاجه غلط، لكن لو استخدمتها بشكل مفرط ممكن تضر بصحتك النفسيه. خد فتره بعيد عن السوشيال ميديا، حاول تستمتع باللحظات الصغيره وقيم اللحظات الحقيقيه في حياتك. خلي بالك من نفسك، فانت مش لوحدك، احنا كلنا بنواجه نفس التحدي ده. المهم اننا نقدر نلاقي التوازن اللي يخلي حياتنا افضل مش اسرع.